31 تسديدة في آخر مباراتين للنادي الأهلي ما سجلش فيها إلا هدف وحيد. ده مؤشر صعب جدا للنادي الأهلي. مساء الفل عليكم. هتكلم النهاردة على مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، التعادل الإيجابي 1-1. الأهلي فقد أهم ميزة وهي التسجيل في أصعب الظروف وأصعب الفرص. في رعونة واضحة بين المهاجمين والدفاع. التمركز المدافعين بجد سيء جدا للغاية. تقريبا بقى تقول تمركز غير صحيح، تقول بقى إجهاد من اللاعبين، ما نعرفش إيه اللي فيها. لكن أنا شايف إن في إجهاد كبير وفي تمركز غير واضح من المدافعين. اقول لكم حاجه، يا ريت من اداره النادي الاهلي تجيب مدافع قوي جدا ومهاجم في اسرع ما يمكن، وطبعا باك ليفت بديل علي معلول. ويا ريت من الاداره تبص على الفئه العمريه والشباب زي كريستو والكندوسي، عشان معدل الاعمار بتاعت اللعيبه دي هيكون في اجهاد وهيكون في اصابات كتيره الوقت الجاي، عفوا الفتره القادمه. اقول لكم حاجه تانية، ارجعوا كده للزمن شوية في 2019 لما الخطيب غربل الفرقة اسلام محارب وعمرو بركات واللعيبة دي، وجابت لعيبة عندها شغف وجعانة كورة، حسين الشحات وطبعا اليو ديانج وحمدي فتحي وغيرهم. خدنا بطولات كتير ما خدهاش من 7 سنين. يا ريت من إدارة الأهلي تبص على عقود اللعيبة دي. بيع يا عواد، بيعهم وجيب لعيبة جعانة كورة وعندها شغف غير طبيعي، عشان اللعيبة دي خلاص شطبت وشبعت بطولات. ده اللي عندي دلوقتي، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.